ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ جمعه مباركه عليكم يا رب النهارده وعلى الامه الاسلاميه كلها يا رب. تعالوا شوفوا بقى جبنا طلبات النهارده. اللهم صل على النبي. بس بقى جبت بطاطس، جبت البطاطس الحلوه دي ب10 جنيه، دي تحمير واللي مش تحمير اللهم صل على النبي، واللي مش تحمير ب8 جنيه. جبت دي كده ب10، مع انها بتتباع في اماكن تانية ب12، بس هي عندنا هنا كده ب10 دي تحمير. جبت كده 5 كيلو منها. وجبت اللهم صل على النبي من دي، جبت دي كده صغيرة في كده، دي جبتها كيلو ونص ب10، دي زي دي بس دي منقوضة. قلت دي بقى ايه، اسلق منها بدل ايه ما اعمل من الكبيره دي. هي دي زي دي بس ايه، دي فيها بزوز كده وفيها وسط زي ما انتم شايفينها كده. جبت دوم 6 كيلو اهم، 3 ب 20 كيلو ونص ب10 وسط كده، بس حلوه على فكره. جبت كده دي البطاطس دي كده، هي الاسعار غاليه شويه بقى بس معلش. وجبت اللهم صل على النبي البطاطا دي، انا اللي منقياها كده علشان انا هسلقها، يعني منقياها وسط كده، لا صغيره ولا كبيره اهي. جبتها كده، دي كيلو ونص كده ب5 البطاطا دي. وجبت اللهم صل على النبي الخياره دي، جبت الخياره دي انا جايباها كده، يعني ايه، انا عايزاها كده للسلطه، مش هعملها الا سلطه. اما بتبقى يعني لا كبيره قوي ولا صغيره قوي كده، بتبقى طريه وحلوه. جبت كيلو ب8 جنيه اهي، ما شاء الله عليها طريه وحلوه. وجبت اللهم صل على النبي البدنجان ده للقليه. بصوا كده، انا برضو منقيه البدنجان ده للقليه. انتوا عارفين ان البدنجان الاسمر الطري ده بيبقى في القليه حلوه، اما بيبقى ملان شويه منقيه تخين شويه كده. جايباه ب8 جنيه، الكيلو وربع ب10. ما شاء الله عليه طري وبيلمع وحلو ازاي. نبي القوطه دي كيلو ونص ب10. هي القوطه كانت ب5 ورجعت تاني بقت الكيلو ونص ب10، بس حلوه يعني ناشفه وحلوه اهي. دي القوطه دي كيلو ونص ب10 حمرا وحلوه. وجبت اللهم صل على النبي الفلفل ده ب12، جبت نص كيلو ب6 جنيه اهو. الرومي والحراق الاتنين زي بعض ب12 جنيه الكيلو. جبت كده نص كيلو ب6 جنيه. وجبت اللهم صل على النبي خضره اهي، الحزمه بجنيه، جايبه 5 حزم ب5 جنيه اهي. حزمه الخضره من دي بجنيه اهي. وجبت اللهم صل على النبي حزمتين 2 بصل ب3 جنيه، الحزمه بجنيه ونص. أنا بحب احطه على السلطه، ناكل منه كده يعني ايه، اللي بستعمله في حاجات كتير كده. اللهم صل على النبي. وجبت ده نص كيلو ليمون، الليمون ب10 جنيه، جبت نص كيلو ب5 جنيه ده كده. بس ما شاء الله الليمون الايام دي بجد 10/10، الليمونه كبيره كده وملانه ميه وحلوه يعني. جبت كده نص كيلو. وجبت اللهم صل على النبي الشنطتين اللي في دوم 5 كيلو، ال5 كيلو ب10 جنيه متقطع كده، يعني اللفت ده متقطع كده وتنقيه كمان. جبتها كده لا كبيره ولا صغيره، جبتها وسط كده وحلوه كده. جبت ايه 5 كيلو ب10 جنيه. ما بخللوش كله مره واحده، بخلل مثلا كيلو 2 كيلو يخلصوا، واخلل مكانهم 2 كيلو، علشان انتوا عارفين ان اللف ما برضو ما بيتخلل ويقعد شويه بيطرى. وجبت اللهم صل على النبي القرنبه دي الحلوه ما شاء الله عليها دي كده، جبتها ب15 جنيه. ده بقى كان الخضار بتاع الاسبوع اللي ناقصني في الثلاجه. في بقى جزر في الثلاجه، وفي خياره تاني، وفي قوطه، بس ده يعني اللي كان ناقص عندي كده. انا جبت اهو اللهم صل على النبي. وجبت بقى الفاكهه النهارده كده. وجبت من الخضار ايه، وجبت حزمه الخس دي 4 خصيات رفيعات، مش كبار ولا صغيرين بس حلوين والله. ال4 خصيات دول ب5 جنيه برضه، ده من ضمن الخضار. تعالوا بقى نخش على الفاكهه بقى. جبت اللهم صل على النبي الاستفندي ده ب5 جنيه، على فكره هو صغير بس كله صغير مفيش كبير قوي، يعني كله حجم واحد. جبته كده ب5 جنيه الكيلو، جبت 3 كيلو اهما. وجبت اللهم صل على النبي ابو سره ده ب7.5، حلو قطيع بلدي، ماهوش مستورد يعني ولا من الكبير ده. احنا بنحب البرتقال اللي ابو سره يبقى صغير كده، ما بنحبوش الكبير. جبت شنطتين 2، الشنطه 4 كيلو
اللهم صل على النبي، جايبها ب7.5. وجبت الجوافه دي حلوه ما شاء الله عليها اهي، جبت الجوافه دي ب10 جنيه. انتوا عارفين ان الجوافه كده كده بتروح بتمشي، كل ما الجو يسقع بتمشي. جبتها دي كده ب10 جنيه، جبت 5 كيلو. وجبت اللهم صل على النبي التفاح ده، من ده او من ده ب20، الكيلو ب20 جنيه. جبت اللهم صل على النبي 2 كيلو ونص اهو، حلو برضو ب20. عارفين بقى ان العنب مشي وفي فاكهه كتير مشي. ده بقى التفاح زي ما قلت لكم كده، واللهم صل على النبي. والموز ده بس ما شاء الله صوابعه كبيره وحلوه، بس انتوا عارفين ان الموز بيسيب كده منه لنفسه اهو. بصوا صوابعه كبيره وحلوه اهو. جبت 3 كيلو، الكيلو الموز ب10 جنيه. الاسبوع اللي فات كان ب12.5، الاسبوع ده لقيته ب10. وما شاء الله دي الطلبات اللي انا كنت عايزاها بتاعت الاسبوع. ما شاء الله عليها فاكهه وخضار اهو. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلوه كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. وجمعه مباركه عليكم، واشوف وشكم على خير، ومع السلامه.